بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في بخصوص البوست المنتشر يعني عن نوت بوك ال ام، وان ناس كتير بتفكر تستخدمها او اصلا هم مش عارفين هي ايه نوت بوك ال ام او ازاي يستخدموها ويستفيدوا منها يعني. فقررت اعمل زي توتوريال سريع كده يساعدكم، بما اني ليا تقريبا شهرين بستخدمها يعني. ففرقت معايا بصراحة، وان هي خلت الموضوع يكون اسهل يعني. في البداية هي اصلا نوت بوك ال ام هي زي تول من جوجل نفسها. كل فكرتها ان احنا لو كنا في الطبيعي يعني لقيت محاضرة مثلا بالنسبة لك صعبة او حاجة مش عارف تذاكرها، فانت في الغالب هتحتاج حد يشرح لك الحاجة ديت بحيث ان عقلك يبدأ يستوعبها بسهولة يعني. ف وتبدأ انك تسأله كل ما تكون في بوينت واقفة معاك او محتاج توضيح ليها اكتر. الكلام ده نوت بوك ال ام حلته يعني، ووفرت لك كمان فيتشرز اكتر، زي ان انت تقدر تعمل المحاضره بتاعتك كلها في صوره مايند مابس او تعمل عليها كويز وتحله. وعلى حسب طبعا عدد الاسئله اللي انت عايزها او كده بتقدر تعمل كاستمايزيشن للحوار ده براحتك يعني. في برضو فيتشرز كتير هنبقى نشوفها يعني لما نروح، بس ده باختصار كده بشكل سريع إيه هي نوت بوك ال ام يعني. فخلينا نشوف ازاي نستخدمها وكده بطريقه سهله. في البداية هتروح لللينك ده اللي هو نوت بوك ال ام دوت جوجل، او هتكتب نوت بوك ال ام وتدخل، هتجيلك طبعا الصفحة ديت. هندخل على تراي. انا هستخدم الاكونت اللي كنت عامله برو يعني. هنا دي حاجات فيتشر معرفش بتبقى هم منزلينها على حسب ايه يعني، بس دي ما ملهاش علاقة بالحاجات اللي انت ضفتها يعني. هنا النوت بوكس اللي انت عملتها قبل كده، واللي انا كنت عامل من ضمنهم كام حاجة كده سريعة عشان تساعدنا يعني في التوتوريال بتاع النهاردة، لان في حاجات كتيرة بتاخد وقت. بس هنجرب تجربة عملية يعني. هو انا اصلا كده كده الاكونت بتاعي برو اهو، فهجرب مثلا اعمل نوت بوك جديدة، ابلود. سريعا كده نروح نشوف محاضرة صغيرة مثلا بسيطة واعمل لها ابلود. ده الملف مثلا السورس اللي انا هبدأ ان انا اذاكر منه. طب لو انا عندي اكتر من سورس، اقدر اضيف اكتر من سورس يكون موجودين بشكل مترتب هنا، مش هي مش هيقول لك لا يعني. فالفكرة هو بيبدأ يعمل لك زي سمري كده سريعا عن الموضوع اللي انت عملت له ابلود او كده. انا بالنسبه لي مثلا الموضوع ده مش مرضي، او المحاضره بالنسبه لي مش فاهمها، او الموضوع صعب بالنسبه لي. فانا جربت برومبتس كتير يعني، جربتها خلال الشهرين. اكتر برومبت حسيته معايا تمام هو البرومبت اللي انا جايبه دوت، وهسيبه لكم برضه في الكومنتس ده. فهنحطه هنا في الشات. هو سريعا كده ده فكرته زي الاي اي العادي. هنا في تشات انت بتقدر انك تبعت له اللي انت عايزه، وهو بيظبط لك الدنيا يعني. ملخص البرومبت ده كله ان انا بخلي المحاضره تتظبط بطريقه ان هي كلها تبقى ريليتد لبعض، كل بوينت بتودي للتانية. ولو في حاجة صعبة أو كده، هو يبدأ إن هو يعمل لها يشرحها ويظبطها يعني. وفي نفس الوقت أنا بحب برضه فكرة البوينتس في الموضوع بتاعي. طبعا أنا هشرح الحاجة طبية، فممكن الناس تلاقي الموضوع بالنسبة لها أصعب يعني أو كده، بس هو كل حد عارف الطريقة اللي هو بيذاكر بيها أو السيستم عنده ماشي إزاي. فأنت بالنسبة للبرومبت لو أنت عطلت خالص يعني، ممكن تروح لأي اي اي موديل مثلا زي شات جي بي تي أو كده، وتخليه يظبط لك برومبت بالحاجة اللي أنت في دماغك يعني. انا ده اكتر حاجه جربتها خلال الشهرين ونفعت معايا. فبعد كده هنخليه هو يشتغل بقى على الملف ده ويظبط الدنيا. ما اعتقدش انه هيطول لان الملف يعني بيبقى بسيط وهو زي ما هو بدأ كده. طبعا سريعا هو الموضوع نفسه خلاص هو بيعمله لي زي ما كان الملف بي دي اف العادي اللي انا عملت له ابلود. هو هنا بيبدأ ان هو يظبطه بنفس الطريقه، بس بطريقه منظمه اكتر، وزي ما انا قلت له في صوره بوينتس يعني ورا بعضيها اهي، بحيث ان انت ما تعطلش. طيب ممكن حد يسأل مثلا ايه الحاجات اللي الارقام المكتوبه واحد واتنين؟ طيب هي واحد او اتنين او الحاجات ديت هي دي السورس اللي هو جايب منه المعلومه. بمعنى ان انا لو رفع اكتر من سورس هنا، هو هيقول لي مثلا ان دي، وهيجيبها لك بالنص يعني. انا مثلا الحته بتاعت الكوجنيشن ديت موجوده في الملف بتاعي، انا معرفش وان تقريبا هو يقصد بها باراجراف، بس هي دي تيبيكال زي ما موجوده بالنص في السورس الاصلي اللي انا رفعته يعني. فدي المعلومه هو بقى ظبطها ازاي او كده، وبيعرض لك ان ده السورس اللي هو جاب منه المعلومه وهكذا. وبرضه بيكون في زي تيبلز بيظبط فيها المعلومات لو الموضوع محتاج او كده. ولو في اي حاجه محتاج يقارن ما بينها بيعملها برضه نفس الكلام.
طيب انا كده ظبطت الدنيا. لو في بقى مثلا حاجه انا مش فاهمها او كده، باخدها كوبي وبعمل له هنا ان هو اكسبلين او ايا كان البرومبت اللي انت حابب انك تستخدمه. في حاجه برضو ممكن ابقى احطها تاني اللي هي الاكسبلين with simple example. دي بتفرق برضو ان هو بيبسطها لك خالص، يجيب لك مثلا اكزامبل بسيط زي اشاره مرور وعساكر والازدحام المروري، حاجات من الحاجات اللي هي بتاعت الاطفال دي، فبتساعدك ان الموضوع طبعا يكون راكب في دماغك بشكل احسن يعني. تاني حاجة احنا كده خلصنا دي جزء الشات، وطبعا انت تقدر طول المحاضرة اي جزء مش فاهمه تخليه هنا يشرحه لك بزيادة او اي مكان اللي في دماغك، يعني كأنك بتتعامل مع اي اي عادي. طيب الفيتشرز الزيادة بقى اللي كنت بتكلم عنها هي اللي موجودة هنا. طبعا كل حاجة من دول بتاخد وقت تقريبا، في حاجات بتاخد وقت بسيط ممكن دقيقة او دقيقتين يعني، وفي حاجات بتاخد وقت اكتر. من اكبر الحاجات الكويسة هي فكرة المايند مابس. ودي ممكن نرجع طبعا، يعني انت بتدوس على ان انت عايز جنريت مايند ماب، هنا بيقول لك بيزد اون وان سورس، بيفضل مستني. طبعا وان سورس ان انا مش حاطط غير ملف واحد، لكن لو في اكتر من سورس هو بيعمله. طبعا هي هنا طلعت سريعا كده الشكل بتاع المايند ماب. فتبقى مثلا موضوع الديمنشيا، فكل حاجة هنا بتعمل لها اكسباند، بتبدأ ان هي تظهر لك بالزيادات بتاعتها وهكذا. آه، من ضمن الحاجات الكويسة ان انت تقدر تعمل المايند ماب ديت داونلود، ودي الصورة اللي بتظهر بيها مثلا على موضوع تاني كنت عملته. دي محاضرة كلها في صورة مايند ماب، وده بتنزل لك في صورة بي ان جي يعني، وتقدر انك تتعامل معاها طبعا لو انت بتتعامل مع اي جهاز وتعدل عليها. فده مثال للمايند ماب. نرجع تاني خلاص، وندوس على استوديو ديت ونرجع تاني. ففي حاجة مثلا زي الفلاش كاردز، طبعا هي الملف عشان حجمه صغير فهو بيطلع الحاجات دي بسرعة. ريبورتس برضو فيها كذا حاجة، من ضمنهم مثلا ان انت ممكن تكتب بلوج بوست عن الموضوع اللي انت منزله دوت، او ستادي جايد. الستادي جايد فكرتها ان هو بيجيب لك زي الايسي كويستشن بالموديل انسر بتاعتها. في حاجات كتير هنا تقدروا تجربوها يعني، بس انا اكتر حاجة بستخدمها هي الستادي جايد. وفي طبعا لو انت عايز تظبط كاستمايز للريبورت على مزاجك، فخلاص انت بتعمل له كرييت يور اون. في برضو فكرة الكويزز دي بشكل سريع كده بيجنريت كويز. طبعا هي الفكرة ان هو احيانا بياخد وقت، يعني حاجة مثلا زي الفلاش كارد ما تقدرش تعمل لها داونلود، وهنا ممكن تعمل اكسباند. لكن مثلا ادي هنا هيسألك ايه الديفينيشن بتاع الكوجنيشن، فتقدر هنا تعمل كذا وتشوف سي انسر وهكذا. فنرجع للاستوديو تاني. الكويز برضو لما يظهر هنشوفه. الاوديو والفيديو اوفر فيو دول هياخدوا وقت كبير، فانا ممكن اوريكم مثال على حاجه انا عملتها قديمه. يعني هي الاوديو اوفر فيو فكرتها ان هو بيجيب لك زي بودكاست كده، بيكون فيه جيست وفيه هوست، والاتنين بيتناقشوا مع بعض حوالين الموضوع اللي انت كاتبه هنا. هل هو مفيد او لا؟ بصراحه انا مش حاسس ان هو احسن حاجه لو انت بتذاكر يعني. لو انت واخد الموضوع ان مثلا انت بتدور في ريسورسز معينه على ان انت تظبط موضوع او تتكلم في موضوع، فممكن تاخد ده حتى كحاجه مثلا ان انت تجرب فيها ثقتك بنفسك، او ازاي تتكلم او ازاي تعرض الموضوع نفسه. ده اللي هو الاوديو اوفر فيو. الفيديو اوفر فيو حاجه كويسه جدا كسمري. وهوريكم برضو مثال على محاضره المالتيبل سكليروزس كنت عملته من فتره يعني. ده حاجه زي الكويز مثلا. الكويز بيظهر بشكل انتر اكتف، مش كويز اللي هو باجابات وكده. في برضو ميزتين في حوار الكويز. في الهنت، لو انت بتجاوب مثلا على السؤال وحاسس ان انت فاكره بس في حاجه عطلان فيها بيديلك هنت عنه. وفي نفس الوقت مثلا لو انا جاوبت يعني مثلا حاجه غلط زي كده اهو، واقول له اكسبلين، هيبدا ان هو ايه، يدخلك على الشات هنا وبيعمل هو البرومبت اوتوماتيك مع نفسه، وبعد كده بيبدا ان هو يشرحه لك كان ليه الاجابه بالشكل ده يعني. فدي من ضمن الحاجات المهمه. طيب لو هنرجع عشان نشوف بس حوار الاوديو اوفر فيو والفيديو بيكون ازاي. ادي مثلا حاجه زي المالتيبل سكلروزس. تمام، انا كنت عامل جنريت لفيديو قبل دي الاوديو مثلا اهو. Welcome to the deep dive. Today we're وعشان ما نطولش الفيديو، فهو بشكل سريع دول بيبقوا اتنين بيتكلموا في بودكاست. striking things in all of medicine, I think. If you look at a world map, MS is, for all intents and purposes, ممكن تقلبه unknown interactive. near the equator. negligible. لما تدوس هنا وتبقى انت اصلا هوست معاهم وتبدا انك تتكلم وتتناقش معاهم. طبعا الموضوع جربته مش احسن حاجه يعني، اعتقد انه لسه اندر ترايل. فده ممكن زي ما قلت نسيبه ونخليه لو احنا ده مش حاجه مذاكره يعني، او حاجه انت ملزمك انك لازم تذاكرها وتفهمها بشكل كويس. بالنسبه للفيديو فانا هوريكم منهم تصفيات سريعه كده يعني. Alright, today we're jumping into a condition that can be really complex and is often misunderstood. Multiple absolute basics. Apart in just a little bit.
But what does that actually mean in practice? Well, here time when you're supposed to in either direction. If it's in the cerebellum, you might suddenly struggle with balance. If it's in the spinal cord, well, that could cause numbness or weakness. فده ملخص سريع كده لحوار الفيديو اوفر فيو. اعتقد ان احنا معظم الحاجات اللي هنا قدرنا ان احنا نغطيها يعني، ودي الحاجات اللي انا بستخدمها بشكل دوري، وبالتالي هي الحاجات اللي انا اقدر اتكلم عنها يعني. ممكن يكون في فيتشرز اكتر بصراحة انا ما اعرفهاش او ما جربتهاش، فمش حابب ان انا اتطرق ليها يعني. اعتقد ان دول معظم الحاجات اللي ساعدتني وبشكل رئيسي. وكمان الحاجات بتفضل موجودة يعني. أنا مثلا لو رجعت للهوم هنا هلاقي كل الليكتشرز اللي انا اشتغلت عليها موجودة ومتسجلة، مش هتفرق معايا في اي حاجة، فممكن ارجع لها في اي وقت وبنفس الحاجات اللي انا عملتها يعني. وممكن طبعا تستخدموا تكست اديتور لو انت حابين تحتفظوا بالحاجات اللي هي التكست اللي هو ظبطها، وتعملوا ملف PDF او وورد او اي مكان جديد وتذاكروا منه يعني، ان انتوا تعملوا الهايلايتنج يكون على اساسه، والموضوع بيكون اسهل بالنسبه لكم في المذاكره وبشكل منظم يعني. وده كان بشكل سريع كده اختصار لازاي تستخدم نوت بوك LM. وبالنسبه لحوار البرو او كده، فاعتقد ان معظم الناس معاها الاشتراك البرو بتاع اللي هو جيميناي يعني، فبالمره فرصه ان انت تستغل الموضوع ده. بصراحه ما جربتش الفيتشرز دي موجوده على الحاجات الفري ولا لا، بس اعتقد ان هو استثمار مهم ان انت تعمله يعني. لو انت الفلوس بالنسبه لك مش ازمه، فمهم انك تعمل حوار البرو ده. ولو ان اعتقد ان معظمنا يعني معاه من حوار EDU ميل، فحاجه كويسه ان انت تستغله يعني. واعتقد ان هو بيسهل كتير وهيخلي المذاكره بالنسبه لك حاجه سلسه وممتعه، لان هي بتناقش مستوى تفكيرك انت يعني، بغض النظر عن السورس اللي انت بتذاكر منه او مستواه العلمي، فهي هتقدر تنزل لمستواك العلمي انت وتوصل لحد مخك، وبالتالي هيكون استيعاب المعلومه اسهل. اتمنى اكون افدتكم ولو بمعلومه بسيطه، وما تنسوش تذكروني في دعوتكم، وشكرا. السلام عليكم.